صباح الخير، صباح الخير والخمير، صباح النور، صباح الورد، صباح السعادة إن شاء الله على قلوبكم كامل حبيباتي. راني جيت اليوم وجبت لكم الله الله هاد الخبز هاد المطلوع. شوفوا شوفوا كي دايره اختي شهدة شهدة. الله يبارك ويكثر الخير، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. شوفوا كي دايره خواتاتي، هذا خبز ولا بريوش، الله الله عليه. ديروه ان شاء الله غادي تفرحوا به العائله ووليداتكم في هذا رمضان. بسم الله على بركه الله، نبداو المقادير على بركه الله ونصليو كامل على حبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. هنايا عندي شاهم المقادير، عندي راهم باينين المقادير قدامكم، راني غادي ندير مقادير ونهضر نخدم قدامكم ونهضر كما قال الهضره والمغزل هكا يقولوا. هنايا غادي ندير 2 كيسان تاع الفرينه، غادي نبدي بالنواشف هما الاولى. غادي ندير 2 كيسان تاع الفرينه هادو. شوفوا انا عبرت بهذا الكاس، انت يا حبيبتي تبغي تعبري بالغرفيه، تبغي تعبري بالهداك بالكاس، اي حاجه تبغي تعبري بها انتيا وكما نقولوا الحاجه اللي راكي باغيتها. زدت مغرفه كبيره تاع السكر، ونزيد مغرفه ونص نتاع الخماره نتاع العجين. هاد الخبز يا اختي غادي ديري به حاله في رمضان، الى اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ومشي شرط غير في رمضان، زعما في رمضان نبغيو هكا خبيز يكون شباب مع الحريره ولا مع الشوربه ولا مع المرقه ولا هذيك هي. المهم هنايا زدت مغرفه تاع السانوج، هذا اختياري، انا نبغي السانوج ولادي تاني كيبغيوه عليها درسه. نخلط هاد النواشف كامل هكا مع بعض غير بالملعقه. المهم هاد المطلوع ما فيه لا دلك لا تعب لا طيحي صحتك لا طيحي كتافك والو. يا اختي غير بالمغيرفه وغير بالفوي وانتيا درتي واحد الخبيز وش نقول لكي. المهم وش رانا زدنا 2 كيسان ونص نتاع الماء دافي مليح. هاو المشترى هاو درتيه بارد تما غادي يقعد لك والله ما راه خامره. ها راني نقول لكي غير هكا راني نخلط بالمغيرفه مليح 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 مليح. خلطي 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 هكا مليح مليح باش هادوك كما نقولوا هادوك الحبيبات نتاع الفرينه يمشيو هكا. نعاود هنايا عاود كلي المغرفه ما سعفتنيش مليح، هي درت بالفوي. المهم هنايا تخلطي هكا مليح وتخليه يخمر. هذا كما نقولوا غادي نربيو الخميره. بصح هو السر تاع هذا المطلوع، واحد السر اختي خطير، اللي هو غير 10 دقائق، ما فيها لا سر لا والو. قال لك سر واش من اسرار؟ يا ما كاش اسرار. المهم هنايا زدت مغيرفه تاع الخل، هذيك المغيرفه غير هي اللي عبرت بها. ونزيد 2 مغيرفات تاع الزيت، ما تخافيش الزيت مشي بزاف، غير 2 مغارف ها الاولى وها الزاوجه. 2 مغارف تاع الزيت. وعاود خلطي 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 مليح مليح باش يدخل هذاك الزيت مع المقادير الاخرين. حبيبتي اللي راكي تشوفي فيا عينيا، ها ديري الجام دروك عند كي تنسايه، ها ديريه دروك، ها صاحبتي يا بنت عمي ديريه دروك هاكك. نغطيه غير بالغلاقه ونديره في بلاصه تكون دافيه مليح 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 مده 10 دقائق. ها شوفوا هنايا 10 دقائق كي ولا بقبق، راهي بقبق. بعد ما دار 10 دقائق نبقى نزيد عليه الفرينه ونشوف كما قال عيني هي ميزاني، راني ندير الفرينه ونخلط. كالي الفرينه تاعها تشرب، كالي الفرينه تاعها ما تشربش. انا المهم هنايا راني نزيد الفرينه ونخلط مليح بيدي دروك. بصح مداك كان هكا خامر ورطب كاع ما تعذبتش والله يا اختي. هذا المطلوع ما فيه لا تعب كما قلت لك ما والو. ويجيك واحد الخبيز يا اختي شا نقول لك، والله لا صحاب الدار الا نخلعوا فيك. اللي عمر ما دارت المطلوع دير هذا. بصح هو الا دارته تعاود تقول لي شا قالوا لها. المهم تبعي المقادير اللي قلتهم لك انايا، ها وما ديريش كيما هكا تعاود تقول لهم ام ندى قالت. المهم هنايا بعد ما تعجنيه خليه هكا يتلاصق، ماشي تقصحيه، لا ما تقصحيش، الا قصحتيه غادي كاع ما يجيكش غايه، ما كيما نقولوا ما يجيش مفشفش هكا، ما يجيش رطب. خليه هكا يتلاصق في اليدين. انا راني هكا بالمغرفه نعاون نقلع العجين هذاك الزايد، هي ونعاود نطمه مليح مليح ونلمه ونديره يخمر. والمده تاع الاختمار تاعه راكو عارفين 10 دقائق. هذه هي. هنايا باش يجيك شباب على خاطر شوفوا العجين درت له شويه تاع الزيت، هكا دهنت يديا بالزيت. العجين كي يكون هكا جاري بزاف ما تزيديش الماء، ما تدهنيش يدك بالماء، الماء غادي يزيده
وكما نقولوا نتيا كي تشوفي هكاك جاري تعاودي دي تخاف الفرينه ولا تعشي في حاجه واحده اخرى، لا ديري غير الزيت غادي يسعفك وغتدهني يدك شويه زعما ماشي بزاف. وهنا ندير هذاك البلاستيك الغذائي، ما نديرلهاش الغلاقه على خاطر دروك راه زاد ضاعف الحجم نتاعه. لو كان ندير لها الغلاقه غادي تخاف يلصق فيها. درت لها هذا البلاستيك الغذائي وعاود درته يختمر لمده 10 دقائق في المكان دافي مليح مليح. ديريه تحت الشوفاج ولا ديريه في الكوزينه كي تكوني طيبي هكا قدامك، ولا حتى ما كنتيش طيبي اشعلي غير الكوشه دفيها شويه وديريه يخمر. المهم البلاصه تكون دافيه مليح. وهنايا بعد ما خمر 10 دقائق جبت تاني حط الطبسي درت فيه 2 مغارف تاع الزيت، يقدر ما كيما نقولوا باش تدهني يديك ماشي بزاف الزيت شويه، لا خاطر كما قلت لكم العجين راه خفيف بزاف، الا درتي له الماء غادي يغبنك وما تجيش غايه الخبز. وهنايا باش نقطعه درت هذاك السميد المتوسط. هنايا بالنسبه للقطع تبغي ديري سميد المتوسط تبغي ديري سميد الرقيق، بصح هذا السميد المتوسط يجي شباب، تجي فيه هذيك القرمشه كما نقولوا من الفوق ويجي المنظر نتاعه شباب. هاكا نقطعهم خبيزات، انا درتهم هكا خبيزات صغيورين، تبغيهم ديريهم خبيزات كبار هذاك الشيء كما قال شغلك نتيا والرغبه تاعك. كيما هذه قدر ديري 2 خبزات كبار وصايي، بصح زعما هكا خبيزين صغيرين كيما قال كي تحطيهم هكا في الطبق تاع التقديم في الطاوله تاع رمضان باذن الله، ولا جاوك ضياف الله الله هكا هذوك قلت لك ما يعطلش هذا المطلع. نتيا راكي طيبين منا المرقه والحريره والمطلع راه يخمر منا، او ديري كلشي في خطره وتجي هانيه هاكا. ونقطعهم ودرت كنت فرشت ورقه طبخ في صينيه تعلي تدخل للكوشه وراني نقطعهم هكا صغيورين. انا كانوا جاوني 5 تاع الخبيزات ظريفين كما نقولوا، ما كبار ما صغار ملاح هاكا. ومن بعد ما قطعتهم نخليهم يريحوا غير 3 دقائق ولا 4 دقائق باش نقدر نقرصهم مليح. ما تقرصيهمش تم غادي يبقاو يغبنوك، غادي تبقاي غير تيا تقرصي وهما يوليو تيا تقرصي وهما يوليو. لا خليهم يريحوا 3 دقائق 4 حتى ل5 دقائق هكا، غطيهم غير بسريبيته ولا كتيتينه هكا تكون نقيه، خليهم يريحوا. غادي كي تجي تقرصيهم يجيوك ساهلين ماهلين. مع كنا دهنينهم بالزيت وكلشي، ما تزيدي لهم لا سميد لا دقيق لا والو، ايه هكا قرصيهم وعاود خليهم يخمروا شحال 10 دقائق. يعني درنا الخميره الاولى 10 دقائق وعاود عجننا العجينه الزوجه وخليناها 10 دقائق وقطعناهم خليناهم صح يريحوا 3 دقائق ولا 4 هذيك ما محسوباش، وعاود خليهم يخمروا المره الثالثه 10 دقائق. صاي الزينات ويجيك المطلوع ما شاء الله تبارك الله مفشفش مبقبق فيه كاع الصوالح. انا نستنى منكم دعوه الخير ونستنى منكم لي كومونتير والتعليقات الشابين، ونتمنى يا رب العالمين تدعيوا معايا دعوه الخير وتقولوا يا ام ندى ان شاء الله ربي يعطيك ما تمنى وقناتي توصل اعلى المراتب يا ربي ان شاء الله بيكم حبيباتي. هنا بعد ما خليتها 10 دقائق شوفوا كيفاش ضاعف الحجم تاعه كما قلت لكم في نفس المكان الدافي. وهنايا السر عاود سر واحد اخر باش يجيك الخبز احمر. شتو هذا الفابو هذا تاع الماء غير هكا فشفشي عليه مليح مليح الماء وكاع ما تخافي تقولي ما يطلعش ولا يطلع ويجي الله الله. كنت سخنت الكوشه مليح مليح ودرته شوفوا الخبيز كي جا خواتاتي وكي جا والله يا ما نحكي لكمش. ايوا عينيكم راهم يشوفوا انا ما نضلش نحكي. جا تبارك الله في البنه بنين وفي الشكل شباب. يا واش نزيد نقول لك ما عندي ما نقول لك. قال لك الصوره تعبر عن نفسها. هاني نقسم لكم خبيز شوفوا كي جا من الداخل الله 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 تبارك الله. اخوتي هادو خيوط ولا واش شهده شهده يا ام ندى اشكرتي لنا بزاف هذا الخبز والله يا خواتاتي. نقول لكم غير جربوه ان شاء الله يا ربي على ضمانتي والضامن هو الله. وان شاء الله يعجبكم هذا الخبيز وتجربوه وتردوا لي في التعليق وتقولوا لي كيش جاكم. وان شاء الله فيديو قادم باذن الله يكون مانيش عارفه ان شاء الله تكون الوصفه ان شاء الله ربي يقدرنا ويعطينا الصحه. دعيو معايا ربي يشافيني راني شويه عيانه. نتمنى ربي يرزق الصحه للجميع. والسلام عليكم في فيديو قادم باذن الله.